أطالب الحقوقيين، أطالب أي إنسان عنده ضمير أو إنسانية يفزع معي في محنتي هذا أنا في الشارع، كسر وإذلال، يعني إيش يشتون أنا أشحت أمد يدي أو إيش أعمل؟ يعني أسير المنظمات والمؤسسات الخيرية أدور لي صدقة؟ لا، مستحيل مستحيل. لو آخر يوم في عمري بعمل كذا. أنا معي حق، ولو ما بمعي حق لا سرت من هذا الدنيا بدون تفكيك. والمصيبة والطامة الكبرى إنهم بيقولوا أنا بين شهر بهم وبين سئلهم أهلي العظماء. يا أخي أنا في الشارع، يا كبار، يا أصحاب رؤوس الأموال، يا مشرفين، يا قيادات، يا همدان الأبية، أنا في الشارع. إيش من تشهير؟ أنا اللي بين تشهر ولا أنتم؟ أنا اللي بين نهان وانذل ولا أنتم؟ يا إعلاميين، يا يمنيين، يا أي يمني عنده إنسانية أو ذرة من الرحمة نفسها معي بموقفي هذا. تتخيل أي حد من أقاربك تعاني ما أعاني، إن هي تكون في الشارع، إن هي لا تجد قيمة صحامة، إيش ممكن تعمل؟ ما بمد يدي إلى حد، ولا مستحيل، ولا ببيع نفسي، ولا باكل مطبلة لحد، ولا باكل لعبة بيد حد. أنا إنسانة حرة وببقى طول عمري حرة، ما بسمح لأي إنسان إنه يكسرني أو يذلني أو يهينني. صح أنا في الشارع، أنا هكذا، بس لا يمكن أنا أشحت. شلوني أشحت؟ لا، مستحيل. باخذ حقي طالت الأيام أو قصرت. ما ببكي ولا بتوسل ولا بترجع. أنا بس أطالب أي إنسان عنده إنسانية أو عنده رحمة أن يوقف معي بموقفي هذا، لأنه بعد ما تكون مرأة وحيدة لا أهل ولا وطن في الشارع، إيش عاد باقي أقسى من هذا؟ أنا في صنعاء الصمود.